الاعتصام كانت مشدوده. لكن بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان العمليه الانتخابيه تعدي على خير، وربنا يولي من يصلح. العمليه عمليه من يستطيع ان يقود حركه التجاره والصناعه والتنميه في المدينه خلال ال4 سنوات الجايه في ظل مشروع قومي ومحور قناه السويس. لابد ان يكون في اولويه في الاقتصاد البورسعيدي لهذا المحور، لان في ال 30 سنه اللي جايين اكثر من 60% من استثمارات مصر هتكون في هذا المشروع. في توصيات متعلقه بالتجاره وتحريك الحركه التجاريه في البلد. الناس تعبانه، لابد الحركه تزيد، لابد ان احنا نجعل من بورسعيد وسياحه المشتريات، بالاضافه لابد ان احنا نطور الانشطه، ما تبقاش بس التجاره هي كل شيء. لازم نبص للصناعه والزراعه، ونبص للنشاط المينائي والنشاط اللوجستي، والمطار يبقى في مطار، والسياحه الداخليه والسياحه الخارجيه، كلها مجموعه انشطه مطلوب منها تدعم. وانا بقترح ان يتم عقد اقتناع اقتصادي نحو وضع خريطه طريق لمستقبل بورسعيد في 15 سنه اللي جايه. يشارك فيه الحكومه، يشارك فيه الجامعات، يشارك فيه لجان الاعمال، وتتحط خريطه الطريق ويتم تنفيذها. بس لابد ان احنا في المرحله الاولى على ما يتم المشروعات دي ان احنا نحرك الحركه التجاريه، لان الناس تعبانه مش لاقيه تاكل، الناس مش قادره تغطي مصاريفها. لابد ان احنا نعمل هذا المجال. الوضع الامني النهارده في الانتخابات حضرتك بتقيمه ازاي؟ انا شايف الامور طبيعيه وموجوده، في نوع من الحماس شويه، ولكن الامور ماشيه وان شاء الله تنتهي. ما فيش اي تجاوزات من البعض او من لا، الامن؟ في ناس تجاوزت، في ناس انا شخصيا تعرضت للتجاوزات مفيش شك، لكن بتعدي كل الامور عشان تخلص. احنا كلنا في النهايه كلنا زملاء وكلنا تجار، فلازم نعدي هذه الامور.